من سنة 1965 أمريكا دخلت الحرب رسميا. آلاف الجنود نزلوا أرض فيتنام مدججين بالسلاح بالمدرعات وبالثقة الزيادة اللي دايما بتسبق الكوارث. الرئيس الأمريكي كان بيقول وقتها إحنا أقوى جيش في العالم، إيه اللي ممكن يحصل؟ بس اللي حصل كان كل حاجة. الجنود الأمريكيين دخلوا الغابة وهم فاكرينها نزهة، لكن بعد أول أسبوع فهموا إنهم داخلين فيلم رعب من إنتاج فيتنام نفسها. الغابة كانت بتاكلهم أكل، رطوبة وناموس وأفاعي وفخاخ في كل خطوة، وفيت كونج بيظهروا من تحت الأرض كأنهم أشباح. كان في شبكة أنفاق ضخمة تحت الأرض اسمها أنفاق كيوتشي. الفيتناميين عاشوا فيها سنين، يطبخوا يناموا يحاربوا ويرجعوا يختفوا تاني. الجندي الأمريكي كان ممكن يقف على أرض عادية، بس هي في الحقيقة سقف بيت كامل تحت رجله. أمريكا كان معاها تكنولوجيا القرن العشرين، بس فيتنام معاها ذكاء الغابة، وده كان أقوى سلاح. أمريكا قررت ترد بطريقتها الخاصة. بدأت حملة جوية اسمها رولينج ساندر أو الرعد المتدحرج. قنابل تنزل ليل نهار، المدن، الغابات، الجسور، حتى القرى الصغيرة كلها بتتضرب. لكن الحرب دي ما كانتش حرب أرقام. القنابل الكتير دي ما كانش معناها نصر، لأن كل مرة قرية بتتضرب عشرات الشباب ينضموا للفيت كونج. يعني باختصار أمريكا كانت بتحارب فكرة بالقنابل، وده شبه إنك تحاول تطفي النار بالبنزين. أخطر سلاح استخدمته أمريكا كان النابالم، مادة لزجة بتتحول لنار بتتلزق بالجسم وتحرقه للعظم. المادة دي اترمت على القرى وعلى المدنيين وعلى الأطفال. وفي سنة 1972 صورة بنت صغيرة اسمها فانسي كيم فوك طلعت بتجري بعد ما النابالم حرق هدومها وجلدها. الصورة دي لوحدها قلبت الرأي العام في العالم كله. في يناير 1968 حصلت واحدة من أعنف المعارك، معركة خيسان. حوالي 6000 جندي أمريكي اتحاصروا وسط التلال. القتال استمر أكتر من شهرين والمدافع ما كانتش بتسكت لحظة. لكن رغم إن أمريكا كسرت الحصار في الآخر، الفيتناميين كانوا هم الكسبانين نفسيا، لأنهم أثبتوا إن حتى أقوى الجيوش في العالم ممكن يتحاصر ويتشل. وفي نفس السنة أثناء عيد فيتنامي مقدس اسمه تيت، الفيت كونج شن هجوم ضخم على كل المدن في الجنوب تقريبا في نفس الوقت. المعركة دي كانت نقطة تحول، لكن صورة الحرب اتكسرت. المشاهدين في أمريكا شافوا على التلفزيون جنود بيتقتلوا جوه سفارة بلدهم في سايجون. الناس هناك بدأت تقول هو احنا فعلا بنكسب ولا بنتعلق في الهوا؟ وفي وسط الفوضى دي حصلت مأساة هزت العالم، زي مجزرة مايلاي سنة 1968، لما وحدة أمريكية دخلت قرية صغيرة وقتلوا أكتر من 500 مدني، أطفال ونساء وشيوخ. الصور والتقارير خرجت بعد شهور والعالم اتجنن. في الوقت ده الحرب ما كانتش بس في فيتنام، كانت كمان في شوارع أمريكا نفسها. مظاهرات طلاب وموسيقيين وأمهات الجنود، أغاني ضد الحرب كانت بتشتغل في الراديو، والشباب كانوا بيحرقوا بطاقات التجنيد علنا. يعني بدل ما أمريكا تمنع الشيوعية تنتشر، اللي انتشر فعلا كان الغضب ضد الحرب. أمريكا كانت بتغرق أكتر يوم بعد يوم، عدد القتلى بيزيد والمعنويات بتنزل، والفيتناميين بيستغلوا كل فرصة يهاجموا بالليل ويختفوا بالنهار. الجنود الأمريكيين بدأوا يشكوا في كل حاجة، حتى في الغابة نفسها وفي القرويين وفي قادتهم. بعضهم قال احنا بنحارب ناس مش بنشوفهم وبلد مش بتستسلم. سنة 1963 أمريكا قررت تنسحب رسميا، وقعوا اتفاقية سلام في باريس وسابوا الفيتناميين يكملوا حربهم بنفسهم. وفي سنة 1975 بعد سنتين بس الجيش الشمالي دخل سايجون ورفع علم فيتنام الموحدة. وهنا انتهت الحرب اللي استمرت 20 سنة، لكن الجرح لسه مفتوح. حرب فيتنام مش كانت صراع بين دولتين، كانت صراع بين الكبرياء والواقع، بين آلة الحرب وإرادة الإنسان. هنا انتهت حرب فيتنام، بس الحكاية اللي سابتها وراها لسه بتتقال لحد النهاردة عن بلد صغيرة واجهت إمبراطورية وكسبت. سلام.